السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سلاح الرسائل المبطنة: كيف يغلف النرجسي سمه بالعسل. ليس كل سهم يطلق يرى، وليس كل جرح ينزف يرى، فأخطر الجراح تلك التي لا ترى بالعين بل تنزف في الداخل، أو تنزف في الداخل، حيث لا ضماد ينفع ولا يسمع صوت الاستغاثة. النرجسي لا يهاجم بل يهمس، لا يعادي بل يربك، لا يظهر العنف بل يمارس الإرباك الناعم. وسلاحه الأخطر الرسائل المبطنة: كلمات ظاهرها المجاملة وباطنها السخرية، تعليقات تبدو وكأنها عابرة لكنها تخترق ثقتك وتعيد تشكيل صورتك عن نفسك. القرآن كشف هذا النوع من التلاعب النفسي قبل أن يصاغ له اسم في علم النفس، قبل 4400 عام. تأمل قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الاستهزاء اللفظي، الاستهزاء بالعبارة، الاستهزاء بالنصيحة، الاستهزاء استهزاء المبطن، النصيحة المغلفة بالجمال وباطنها سم. هنا يتجلى الوجه المزدوج والتواصل المبطن، فهم يقولون آمنا ولكنها رسالة خادعة، ظاهرها التصالح وباطنها الاحتقار. ظاهرها التصالح أنها آمنا بكم صدقناكم، وإذا لقوا الذين خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون. الاستهزاء والاحتقار. إنه لسان ذو حدين، إنه اللسان ذو الحدين الذي يستخدمه النرجسي لزرع التوتر دون أن يمسك عليه شيء. وفي موضوع آخر يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. يعجبك قوله، إنها الصورة الدقيقة للنرجسي، كلام جميل، كلام معسول، كلام منطقي، كلام منمق، كلام مليء بالعبارات الأكاديمية، لكنه ألذ الخصام في باطنه. هذه هي الرسائل المبطنة، كلام يأسرك من الخارج ويخربك من الداخل. لكن كيف يعمل هذا السلاح؟ تشويش الإدراك الداخلي. النرجسي لا يخربك صراحة، النرجسي لا يخبرك صراحة أنك ضعيف، بل يجعلك تشعر أنك لست كفؤا، يجعلك تشعر، فهو يخاطب شعورك، وهذا هو الخطير. فهمساته ولمساته وسهامه موجه لعقلك الباطني اللا شعور. يقول لك مثلا: أكيد أنا لم أقصد، لكنك أنت طيب أكثر من اللزوم. فتبدأ التفكير: هل أنا فعلا ساذج؟ هل يقصد ذلك؟ التقليل المقنع المغلف بالمجاملة. أنت أحسن بكثير، أنت أحسن من كثير من الناس، على الأقل أنت تفهم قليلا. يشعرك بالتقدير ثم يسحب منك التقدير في الجملة الثانية. التسلل إلى اللاوعي عبر لغة مزدوجة، وهذا هو أسلوبه. الرسائل لا تقال بل تشم، لذلك لا تعرف كيف ترد. تشعر بعدم الارتياح، لكن لا دليل مادي تمسكه به أو لا تمسك به تثبيت التفوق النفسي. أنت دائما في موقع الدفاع والتفسير والتبرير، هو دائما في موقع من يفهمك أكثر مما تفهم نفسك. النتيجة النفسية على الضحية: تآكل بطيء للثقة بالنفس، اعتماد عاطفي على رأيه وتقييمه، احتياج دائم للتفسير والتبرير، الدخول في دوامة الشك الذاتي. كيف نحمي أنفسنا؟ كيف نحمي أنفسنا من هذا التلاعب المبطن الخفي السام؟ يأتيك بصورة الملاك وينخر قلبك من الداخل كالشيطان.
تهرع أنت للتبرير وللتسيير وتصبح مدمن، وكأنك تريد أن تثبت طيبتك ونقائك وصفاك أمام الخبث بعينه. إذن القرآن يرشدنا إلى ذلك أيضا، فيقول يرشدنا إلى إعادة مركز الثقة إلى الداخل لا الخارج. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. النفس حين تزكى وتطهر تصبح قادرة على التمييز بين ما يقال لها وما يراد بها. حينما تزكى من القلة، من الذلة، من الصغار، من العار، حينما تزكى هذه النفس من هذه المشاعر الخبيثة وتكسب ثقتها في نفسها، فتصبح تبصر وتصبح لديها بصيرة، لأن النرجسي يتغذى على ضعف أو قلة قيمتك الذاتية. التمسك بالنية الصافية والبصيرة الروحية، إن قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. فالرسائل المبطنة لا تخدع إلا من فقد بصيرته، لا من فقد بصره. ثم العودة إلى معيار الحق لا مشاعر الارتباك. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقد سعيت لترضي النرجسي وتسعى أن تأخذ قيمتك من النرجسي، فهنا تصبح هذه الرسائل سهاما حادة ودقيقة الهدف في اصطيادك. ثم الهوس بإرضاء الناس كما قلت، أو إرضاء النرجسي هو اتباع هوى خفي يضل عن بصمة الذات، يضل عن بصمة الذات. إذا نكمل. كيف نفكك سلاح الرسائل المبطنة حين لا يعود السم قادرا على اختراق الوعي؟ قد لا تستطيع أن تسكت النرجسي فعلا، يتكلم لن تستطيع أن تسكته، له فهمه وله أسلوبه وله تفكيره ولا شخصيته وله ذاته، لكن يمكنك أن تفرغ كلماته من سمها تماما كما قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. إذن فالذي ينفعك هو الذي يمكث في قلبك، أما الذي يضرك فيذهب جفاء. فالرسائل المبطنة ليست إلا زبدا، لكنها تظل تؤذيك إن لم يكن داخلك صلابة الوعي، تظل تؤذيك إذا وجدت أرضا خصبة، إذا وجدت أرضا خصبة. إن لم يكن داخلك صلابة الوعي، إذن فكيف يمكن أن تحمي نفسك من سم هذا الخبيث، الثعبان الخبيث؟ كيف تفكك مفعول هذا السلاح؟ إذن الخطوة الأولى التعرف على النبرة الخفية وراء الكلمات. فالنبرة تلك الموسيقى التي يخرجها ذلك الفحيح الذي يخرجه هذا السام من لسانه، فلديه نبرة استفزازية، موسيقى استفزازية، موسيقى تخاطب أعصابك وعقلك ووجدانك وتغرس أنيابها في أعصابك الداخلية وفي شعورك الداخلي. تلك النبرة الخفية وراء الكلمات. إذا شعرت أن كلاما جميلا بموسيقى برنة بنبرة سببت لك قلقا داخليا، فتوقف، اسأل نفسك: هل المعنى الظاهري هو فعلا ما قيل، أم أن هناك إحساسا باطنا سلبيا وصلك؟ إذن الوعي هنا هو أول درع، ويساعد القرآن على هذه البصيرة. قال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتوسمين الذين يملكون فراسة، يقرؤون ما وراء الحجب، الذين يقرؤون ما وراء الوجوه والعبارات، الذين يرون بالحدس والإدراك الداخلي الصادق. ثم الفصل بين نبرة الكلام وقيمتك الذاتية. النرجسي يريد أن يربط تقييمك لذاتك بكلامه، لكن أنت تحتاج أن تقول لنفسك: ما أشعر به ليس بالضرورة حقيقيا، قد يكون مجرد طعم مشاعري ملقى من طرف الآخر. قيمتي لا تقاس بنظرة شخص يختبئ خلف التلميح والفحيح الأفاعي. وهنا نرجع المعادلة للقرآن.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أتقاكم نبرة أو ألطفكم تعبيرا أو أتقاكم قلوبا، بل قال أتقاكم قلوبا ونوايا. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكنت تشعر داخليا بانخفاض القيمة، بالذلة، بالصغار، بالاحتقار، بالعار، فأنت فريسة سهلة لهذه العبارات السامة، فأنت فريسة سهلة لنفخه ونفته، لنفخه وفحيح هذا الثعبان السام. ثم ثالثا، تسمية الرسائل باسمها دون تزيين ودون تبرير. حين تسمع عبارة مثل أكيد لن تستطيع أن تفهمها، فهذا الأمر لابد لهم من ناس ذو وزن فكري عالي. لا تقل في ذلك ربما يقصد التشجيع، بل قل هذه عبارة تقليل مغلف. سمو الرسائل المبطنة يتغذى على التبرير ويضعف حين تسميه باسمه: سخرية، تلاعب، استعلاء، تقليل. إيقاف الحلقة النفسية قبل أن تلتهمك. كل رسالة مبطنة تطلق سلسلة أفكار في ذهنك: هل فعلا أنا أقل؟ هل أنا ضعيف؟ هل هو محق؟ وثم تبدأ في خطوات الشيطان الداخلي. فإذا كان النرجسي عدو الشيطان، هو العدو هو شيطان الإنس الخارجي، فهنا من حيث ينتهي شيطان الإنس يبدأ شيطان الجن بداخلك في سلسلة ودوامات تسمى خطوات الشيطان. وهنا يأتي العلاج الرباني: أوقف هذه السلسلة من أولها وقل لنفسك ما قاله الله لك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لن أعطي هذه الكلمات حق الدخول إلى قلبي دون تمحيص. وتمثل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. والنرجسي في كثير من الأحيان يمارس الفسوق اللفظي المؤدب: بناء خطاب، ثم بناء خطاب داخلي معاكس للرسائل الخفية. كلما تلقيت رسالة خفية فيها تقليل، اجعل ردك الداخلي صوتا أعلى منه. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن فقل لنفسك: أنت لست ما يقوله، بل ما يعلمه الله عنك. كلماته ليست مرآتي هي بصيرتي. الله ينظر إلى قلبي لا لنبراتهم. وقل كما قال الله عز وجل لرسوله حين واجه استهزاءهم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالدواء ليس فقط الوعي، بل تغذية الروح بالتسبيح والسجود حيث لا تصلهم كلماتك. نعم، بالتسبيح، بذكر الله. قل سبحان الله، قل وأفوض أمري إلى الله، قل فسيكفينيهم الله. نعم، بالذكر، بلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالتسبيح يغذي قلبك الروحي ويصد عنك وساوس شيطان الإنس والجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهنا تحذير من الله حينما قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، فالنرجس يصدك عن سبيل الله بتقليل قيمتك وإفراغك من محتواك الرباني. نكمل بإذن الله عز وجل. أو بعض الأسئلة تسأل: لماذا تختارك الرسائل المبطنة دون غيرك؟ وما الذي يجعلها تؤثر فيك أصلا؟ قد تظن أن النرجسي أقوى منك، لكنه في الحقيقة لا يهاجم إلا من يرى فيه أرضا قابلة للاختراق. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالنرجسي ضعيف وشيطانه ضعيف،
ولكن هو يتغذى من ضعفك ومن نقاط ضعفك. فالرسائل المبطنة لا تخترق العقل فقط بالكلام، بل تمر من خلال الثغرات النفسية التي لم تغلق بعد بداخلك. إن كان فيك فراغ في تقدير الذات فسيدخل كلماته لتملأه. إن كان فيك ضعف في الوعي العاطفي فستربكك نظراته قبل كلماته. إن كنت تبحث عن إثبات قيمتك من خلال رضا الآخرين ومن خلال قربك من النرجسي واعتمادك عليه ومن بريقه المزيف فستجعل لكلماته سلطة إلهية على مزاجك. وتذكر أنه ليس له سلطان. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهنا يظهر عمق قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإن لم تبصر ثغرات نفسك فسيبصرها غيرك ويستخدمها ضدك. أحيانا يكون النرجسي مرآة صادمة تريك أنك لم تكمل بناءك الداخلي، بناءك الروحي والإيماني بعد. وهذا هو دور النرجسي في هذه الدنيا. فكل جرح أحدثه وإشعار بأن هناك منطقة هشة لم ترمم بعد بداخلك. لكن هذه ليست دعوة للخوف، بل دعوة للشفاء. ولذلك اختارك لا لأنك أضعف، بل لأنك أنقى، والأنقياء دائما يختبرون بالخفاء قبل العنان. ثانيا، رسالة تأملية رمزية تلهم وتقوي المناعة النفسية. توقف عن حمل كلماتهم داخلك. نعم، وسأقولها يعني بمؤثرات إن شاء الله بإذن الله. بسم الله. رسالة رمزية تلهم وتقوي المناعة النفسية. رسالة تأملية رمزية تلهم وتقوي المناعة النفسية. توقف عن حمل كلماتهم داخلك، فأنت لست إناء لكل ما يكسب، بل نبع له ماؤه الخالص. كلماتهم ليست قرآنا فلا تجعلها وحيا عليك. نظراتهم ليست مرآة فلا تسلم روحك لمن يشوه صورتها. كل همسة تريد أن تسقطك اجعلها سلما نحو وعي أعلى. كل تلميح فيه سم اجعله لحظة تأمل تطهرك من التعلق البشري. وقل مع نفسك: كلما سمعت كلاما مبطنا سمعت صوتك، لكني لا أسمح له أن يعبر قلبي. أنا أعلم من أكون، لأن الله هو الذي خلقني، لا أنت من تقيمني. تذكر دائما أن الناس يتحدثون بألسنتهم، لكنك تحيا بنور قلبك. فإن كان قلبك ممتلئا فلن تجد كلماتهم فيك مكانا. ممتلئا بحب الله، بالتعلق بالله، بذكر الله، بالعزة بالله ورسوله والمؤمنون. حين يقول ولا يقول. وسلاح الرسائل المبطنة لا يرى. ليس كل من يطعنك يحمل خنجرا. نعم، ليس كل من يطعنك يحتاج إلى خنجر. بعضهم يبتسم ويهمس ويترك في داخلك وجعا لا تعرف مصدره. تبدو الكلمات عادية، أنيقة، هادئة، لكنها تحمل سما ناعما لا يصرخ بل يتسلل. هكذا يعمل النرجسي. لا يعاديك جهرا بل يربكك سرا. لا يهاجمك بل يربك إدراكك لذاتك من الداخل. كلماته ليست لقتلك بل لخلخلة يقينك بنفسك. أنت تبدأ تشك،
تتردد، تفكر أكثر مما ينبغي، وتنسى فجأة من أنت فعلا. لكن الرسائل المبطنة لا تخترق كل أحد، هي تبحث عن فراغ، تبحث عن ثغرة، عن قلب طيب يصدق النوايا، عن نفس تسعى لإرضاء الآخر قبل رضاها عن ذاتها. فإن شعرت أن كلماتهم تربكك فلا تحارب أولا، بل ابحث في داخلك: ما الذي يجعلني أسمح للكلمة أن تخيفني؟ أي باب داخلي نسيته مفتوحا؟ ثم قل لنفسك بصوت واثق: أنا لست ما يقال لي، بل ما يعلمه الله عني. أنا لا أعيش تحت تقييم أحد، أنا أتنفس بنور بصيرتي. وقل كما علمك الله عز وجل: فسيكفيكهم الله. دع كلماتهم تمر لكن لا تسكن، دع نظراتهم تمر لكن لا تعشعش. قلبك بيتك، فلا تترك مفاتيحه في يد من يتقن التلاعب بالابتسامة. وهنا أختم برسالة، خاتمة أو رسالة أو خلاصة. وإن وصلتك هذه الكلمات إلى أعماقك فاعلم أنك من أصحاب البصيرة، لا فقط البصر. شارك هذا النور مع من تراه في متاهة الكلام المبطن، فربما كلمة واحدة تنقذ روحا كانت تجلد بصمت، فربما كلمة واحدة كانت سببا في عتق رقبة. اكتب في التعليقات: قلبي بيتي ولن أسكنه لمن يتقن التلاعب بالابتسامة، واجعلها نيتك لفتح باب وعي جديد في حياتك وحياة غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل السلام، شارك هذا المنشور واجعل النور ينتشر أكثر من السم، لعلها تكون شرارة وعي تعيد التوازن لقلوب أنهكها التلاعب الخفي. والسلام عليكم ورحمة الله.